لإخواننا وأشقائنا في كل بقاع العالم. المغرب دولة شريفة، المغرب دولة عفيفة، لا أحد ولا يمكن أن يحد أن يشارك في استقرارنا، في نضجنا، في نمونا، في تطورنا الحالي وتطورنا المستقبلي إن شاء الله. نحن اليوم نقول لكم من فضلكم اتركوا المغرب، اتركوا المغرب حرا مع شعبه وملكه وأمته. نحن هنا متميزين. إن تميز فريق الوطني المغربي، إن تميز الفريق الوطني المغربي بالنية والسرسير. مرورا الكرام، لهذا تحرك الاعداء ضدنا. ان تحرك الاعداء ضدنا، الاعداء ضدنا اننا لا تستطيعون والله بقاو ديما المغاربه بدفاع عن ثوابت المقدسات في شعب المغرب والحليب الكبير العاليه شانئه للملك الحبيب العزيز الملك محمد السادس الله ينصره ويبعد عليه. كل انسان متربص حاكي الداني الصغير عليك الكائدين المتربصين الاعداء الخارجيين او اعداء الداخلين. كل انسان يمس وطننا وملكنا فنحن له جنود مجندين هي واحد تجي بالمجلس بلاصه معنا في القهوه. احنا مجموعين باش نعبروا على التضامن ديالنا أعضاء الوطن بالمرصاد. المغرب عنده عاشت المملكة المغربية الشريفة والعاش من خانها. عاش الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والموت للخونة وأعداء الوطن، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. الصحراء المغربية، الصحراء المغربية، الصحراء المغربية. تحياتي. هاد الوجوه المناضلين اللي جاوا من انحاء العالم، هما جاوا لانه المغرب كاين، جاوا من اجل المغرب، للدفاع عن المغرب. بصفتي رئيسة الجمعية الصحراوية للتضامن وتوعية المشروع الحكم الذاتي والتنمية المستدامة، أنوب عن جميع الصحراويين المغاربة وعن جميع المغاربة، وأقول من أمام الاتحاد الأوروبي أن المغرب خط أحمر. المغرب مغربنا، ونحن المغاربة جنود مجندين وراء صاحب الجلالة، ولن نتنازل عن حبة رمل من وطننا وبلدنا. اللي بغيت نقول للمغاربة كاملين اللي متواجدين معنا هون واللي ما هم متواجدين، بأن نحن المغاربة راه أرضنا وبلادنا خط أحمر، واللي خاص البرلمان الأوروبي يعرف، والاتحاد الأوروبي يعرف، والأمم المتحدة وهيئة حقوق الإنسان، بأن بلادنا راه ما يمسها حد، وحنا كاينين مغاربة. حنا كندافعوا على مغاربة، كندافعوا على مغربنا ووطننا وملكنا، هو الأول عندنا في الصفوف الأمامية. وكنشكروا هذه الجمعية اللي نظمت لنا اليوم يكونوا حاضرين هنا، على راسهم الأخ عصام بالمجهودات الجبارة اللي دار الأخ عصام، اللي حنا كنتواجدوا اليوم. حنا جايين من فرنسا، الناس جايه من هولندا، من بلجيكا، من انحاء العالم، باش تجيو اليوم توقف قدام البرلمان الاوروبي والاتحاد الاوروبي وتقول كفى، المغرب خط احمر، المغرب خط احمر، المغرب خط احمر. ونحن المغاربه رانا كنعطوا دمنا ونعطوا قوتنا ونعطوا مالنا من اجل بلادنا والدفاع عن بلادنا. وما احنا اليوم هنا الا لنقول للعالم بصوت واحد: نحن مغاربه والمغرب خط احمر. راه اللي قاس المغرب والله مس المغرب راهو مسنا احنا الشعب المغربي، اللي مسيتنا الله ينصرو راهو مسنا احنا الشعب المغربي. وحنا المغاربه كنوضوا نوضه واحده، ويا ويلكم من المغاربه الى ناضوا. عاش الملك، حقيقه
حقيقة ما كنرضاو حتى شي حد، ياك ما صحابكم المغرب وشحال راسو لشي حد، لا، لانه قوي بشعبه، قوي بملكه. نهار اللي نوقفوا كنوقفوا يد واحده في العالم. خصو يخاف من المغاربه، لانهم المغاربه ملي كيتحدوا بصح كتكون كلمتهم واحده، واخا يكونوا مختلفين، ولكن النهار اللي كتوصل القضيه وطنيه ولا كتوصل قضيه سيدنا راه كلشي كيتحد. لهذا حنا اليوم كنشكر كل الاخوان الحاضرين المناضلين الكبار اللي حاضرين معنا في هذا المنبر، وكنقول لهم شعارنا الخالد دائما: الله، الوطن، الملك، والصحراء مغربيه والمغرب خط احمر.